ما بكت عليهم السماء والأرض، فالسماء والأرض تبكي على أحد. سئل سيدنا علي بن أبي طالب قال نعم، إذا مات العبد المؤمن بكاه موضعان: موضع سجوده من الأرض ومصعد عمله من السماء. يا سلام. بيبكوا عليه ليه؟ لأنهم تعودوا منه الإيه؟ الخير، يبحثوا عن هذا الذي كان يسجد ها هنا فلا يوجد، وأين هذا العمل الصالح الذي كان يصعد إلينا غدوة وعشيا فلا يجده، فيبكون على إيه؟ على طيب. هذا العبد. احنا هنقف عند النقطة دي. احنا قلنا يشهد على الإنسان كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم والأرض نعم. بما أحدث عليها. نعم. يبقى لسه بقى الجوارح والأيدي والأرجل وكل ذلك. اسمح لنا نشوف عند الناس مفهوم جهاد النفس، عشان يمكن يكون لك تعليق عليه بعد التقرير إن شاء الله. اهم حاجه اول حاجه بس اللي احنا الواحد يقرب من ربنا ويصلي كله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويبعد عن اصدقاء السوء ويضيع وقته. اهم حاجه يشغل وقت فراغه في حاجه مفيده. طبعا التقرب من الله ده شيء مهم جدا، ان الواحد يبقى قريب من ربنا كده ربنا هيبعده عن اي حاجه غلط او اي معصيه. غير جهاد النفس ان الواحد اهم حاجه صديق السوء نبعد عنه. الصاحب الكويس هو اللي بيحاول يجاهد صاحبه ان هو يمشي يا اما في طريق الضلال يا اما في طريق الخير. غير بقى الجمعيات الخيريه، تقرب من ربنا، الصلاه بانتظام، الدوام على ذكر الله. طول ما لساننا مرتب بذكر الله مفيش اي حاجه وحشه تحصل لنا. اهم حاجه الرياضه وقبلها الصلاه هي اهم حاجه، هي عماد الدين. فاللي بيصلي على طول 5 فروض هو دايما اللي بيبعد عن المعاصي، تلاقيه لوحده في طريق تاني عن بعيد عن المعاصي خالص. بالقرآن الكريم والسنة النبوية والحفاظ على شروع آيات الله والحفاظ على الأحاديث النبوية مما يؤدي إلى راحة النفس وطيبة والطمأنينة. الجهاد الأكبر ده جهاد النفس، ده جهاد النفس الجهاد الأكبر. احنا نجاهد في الحياة دي على قد ما نقدر إصلاح أنفسنا ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. اللي بيتقبل واللي ربنا بيهديه ربنا بيهديه. احنا مجتمع لينا نسيج معين مكونين منه، بنحافظ على النسيج الاجتماعي بتاع المصريين، من إذا كان من قبط أو مسلمين. طول عمرنا في الوحدة الوطنية عايشين متكاملين بيها، بنكمل نسيج بعضينا. بالنسبة لجهاد النفس، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بعد ما رجع من موقعة بدر وكان معاه الصحابة فبيسألوه، فبيقول لهم قصد أقول يعني لقد جئنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فقالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو الجهاد الأكبر؟ قال لهم جهاد النفس. نصلي ونصوم ونزكي ونحافظ على بلدنا والأسرة وكل ما في الدين، نمشي بطريق الدين ونصلي ونصوم ونزكي ونمشي معاملة المسلمين نعامل مع بعضهم معاملة حسنة. الأب يبقى قدوة، الأب والأم تبقى قدوة للأولاد طبعا بالطريق السليم، يعني حفظ القرآن والصلاة والطريق الصحيح، يعني بالصلاة والصوم وكده. بالصلاة والصوم والعقيدة الإسلامية دي أهم شيء لازم نعود أولادنا عليها وكده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فضيلة الشيخ محمد فاروق إمام وخطيب مسجد بدر بالإسماعيلية يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله. يرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله.
حضرتك قلت يوم الحساب يشهد على هذا العمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل الرسول الكتاب والأرض. نستكمل الحديث حول هذا الموضوع. طيب، يبقى هؤلاء يراقبون الإنسان في الدنيا ويشهدون عليه يوم القيامة، هم إن شاء الله 6. يبقى الكتاب والرسول والأرض. بعد ذلك الملائكة، في ملائكة هتشهد على الإنسان، اللي هو إيه؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه إلى آخر الآيات. يبقى الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الملكان دول بيأتوا يوم القيامة يشهدوا على العبد بما قدم من عمله، والملائكة بيكتبوا عمل الإنسان ويحصوها عليه، وبعد ذلك يرفعوها إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا بعد ذلك أعلم بالنيات من وراء الأعمال. لذلك يعني المطلوب من الملائكة أو مهمة الملائكة إحصاء الأعمال. لذلك جاء في الحديث يعني إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فأعمالنا تحصى عن طريق ملكين كريمين يكتبان كل ما نفعل ثم يشهدان علينا يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. الشاهد الخامس اللي هو الناس. احنا نشهد على بعض، هنشهد على بعضنا بعضا يوم القيامة. ولعل أنا يعني بشبه الموضوع ده لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لما نيجي احنا حبايب دلوقتي واصحاب وحبايب، لكن لو عملنا جريمة مع بعض كده واشتركنا في جريمة وفي مصيبة وجاء واحد مننا وقع، يروح جايب الايه؟ هيقر على طول. ويبقى كل الحب اللي كان بيننا وكل المشاعر الحلوه اللي كانت بيننا نفسي بقى عشان مثلا ظابط هضربه على اليمين ولا حاجه يعني، وعشان بس نتمنى يكون زي ما المثل الاعلى في الاخره. فهيقر وهيقول وهيجيب كل القديم والجديد. فما بالك بين يدي الله جل وعلا. لا اله الا الله. هنشهد بقى على بعض ونقول كل الخبايا اللي كنا مخبيينها يعني. لذلك فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ده تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. فالناس هيشهدوا على بعض بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فقالوا أثنوا عليها خيرا، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها غير ذلك، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. حضرتك فما يشهد به الناس بعضهم على بعض هو اللي يأخذ ربنا جل وعلا بشهادة بعضنا على بعض. يبقى كده كام؟ 5 شهداء على الإنسان بيراقبوه في الدنيا، بيشوفوا أعماله وقد لا ينطقوا. الملائكة مش هتقول لك احنا بنشوف، ولا الأرض هتقول لك أنا هشهد عليك، كل ده يسيبك تعمل اللي انت عايزه. لكن في وقفة يوم القيامة بين يدي لو ده الخطورة. طيب قبل الجوارح في معانا المهندس محمود من اسكندرية بيسأل برضه عن جهاد النفس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام باشمهندس، اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. يا اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. اتفضل. الله يخليك. اتفضل يا فندم. الله يعزك. باشمهندس محمود حضرتك وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك واسمعنا من الهاتف. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. الله يعزك. والله بس حضرتك بشكركم، بشكر الشيخ الجليل اللي بيتكلم بصراحه، وحلقتكم جميله جدا بسم الله ما شاء الله يعني. اهلا بك يا فندم. ولكن انا بستفسر من الشيخ من حاجه. اتفضل. الله يعزك يا رب. ايه جزاء الانسان اللي هو مثلا في الدنيا بيعمل عمل ومثلا اكل حق الناس مثلا، وبعد كده يتوب ويقول ربنا تاب عليه ويزكي من هذا المال. ايه جزاء الشخص ده عند الله سبحانه وتعالى؟ تمام، شكرا يا استاذ محمود. شكرا يا فندم، جزاكم الله. هنرد على حضرتك فورا ان شاء الله. معلش احنا قبل ما نكمل هو بيسأل عن شخص مثلا يعني اقتنى مال من حرام او كده، او في شبهه حتى حرمه او في شبهه حرمه، يعني هو اعتقد ان في مشكله. شوف، لكن عشان يزكي من المال ده اللي هو موضوع اكل اموال الناس ده خطير جدا. يعني امر خطير 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 للغايه. الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم 4 في النار يؤذون اهل النار على ما بهم من اذى. يدعون بالويل والثبور، يطوفون بين الجحيم والحميم. فرجل مغلق عليه تابوت من جمر. ده أول واحد في الأربعة. يعني دول نماذج بيؤذوا أهل النار. أهل النار بيتأذوا لما بيشوفوهم. سبحان الله. رجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يسيل فوه دما وقيحا، ورجل يجر أمعاءه في النار، ورجل يأكل لحمه. يا الله. ال4 أصناف دول
الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أهل النار بيتأذوا لما يشوفون. تخيل لما أهل النار في عذابهم. فأهل النار يقولون للأول الذي هو مغلق عليه تابوت من جمر ما بال الأبعد. تخيل ان اهل النار بيقولوا عليك انت البعيد، يعني عليه اللي هو البعيد. ما بال الابعد قد اذانا على ما بنا من اذى. فيقول ان الابعد قد مات وفي عنقه اموال الناس لم يجد لها سداد ولم يجد لها اداء. فخطير يعني موضوع اموال الناس دي خطيره جدا. وبعدين ليس الحل ان انا اكل فلوس على حد وبعدين اتصدق بها عنه. نفترض هو مش عايز يتصدق، فرض هو فقير يستحق هو الايه؟ هو الصدقة. الحل ايه؟ فالحل انه يبحث عن هذا الرجل، عن صاحب المال، ويعطيه ماله بأي شكل من الأشكال. إن كان مات يعطيه للورثة ويطلب منهم السماح. وبعدين احنا عندنا مشكلة دايما نقول فضيحة في الدنيا. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا تقولوا فضوح الدنيا فإن فضيحة الدنيا أهون بكثير من فضيحة الآخرة. وبعدين لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تبعثون يوم القيامة يعني حفاة عراة غرلا ليس معكم شيء. فقالوا يا رسول الله وكيف يكون القصاص؟ فقال صلى الله عليه وسلم يكون بالحسنات والسيئات. يؤخذ من هذا على قدر مظلمته، على قدر ما ظلم، ويعطى لمن ظلم، ثم يؤخذ فإن فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه فطرح في النار. الحل ما احنا بعد كده ده مهم في بارقة أمل وفي حل انه يتوب الله جل وعلا على من تاب، وانه توبة حقوق العباد رد المظالم. يعني التوبة في حق الله جل وعلا ان احنا نستغفر ونتوب، لكن في جانب العباد الله جل وعلا يعني لا يغفر الا اذا غفر صاحب الذنب. فلا بد أن يذهب إلى صاحب المال المظلوم، صاحب المظلمة، لا بد أن يذهب إلى صاحب المظلمة ويؤدي إليه حقه مرة ثانية بأي طريقة، بأي طريق كان. يعني بعض الناس بيقول إن مثلا أكل فلوس من الدولة، طب يؤديها إزاي؟ بأي طريق يستطيع أن يؤدي مشروع ما في الدولة، مشروعات في الدولة، أي شيء يفعل ما يكفر به هذا الذنب. والرجل اللي كان مع الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، يعني هؤلاء بأعمالهم الصالحة تتحرك لهم الجبال الصخرة. لما جاءه أجير استأجر أجيرا، فالأجير مشي تاني يوم ما خدش فلوسه، هو اللي مشي. فالراجل راح جاي أخذ فلوسه اللي هو اشتغل بيها، اللي هو مثلا 50 جنيه ولا 30 جنيه كده، وحطهم على ناحية ومش سابهم، ده بدأ ينميها له ويتاجر فيها ويشتغل فيها. فلما جاءه في يوم من الأيام بعد حين من الزمان قال له يا هذا أعطني حقي فقد عملت عندك يوم كذا ولم أخذ أجري. قال انظر إلى هذا الوادي بما فيه من إبل وبقر وشاء، هذا هو أجر. قال يا عبد الله أتهزأ بي؟ قال لا والله هذه أموالك أنا نميتها لك. يقول الرجل فساقها ولم يترك منها شيء، يعني حتى ما ادانيش أجرتي اللي أنا يا اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا ينفون. معنا تليفون أستاذ مجدي، اتفضل يا مان. ألو أستاذ مجدي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. بتكلمنا منين يا فندم؟ أنا مجدي سليمان من الشرقية، من مركز مشتول السوق. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اتفضل يا اسمك. أهلا بك. أولا تحياتي ليكم والفريق الإعداد والفضيلة الشيخ اللي منورنا. شكرا لحضرتك. السؤال بتاعي حضرتك، هل فضيلة الشيخ المتوفي بيفرح يعني بيفرح إن أهله يزوروه؟ وهل في يوم محدد لزيارة الميت؟ وهل الميت بيجي للبيت، يعني الروح بتيجي تزور أهل البيت وتطمن عليهم ولا فضيلة؟ تمام. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. معلش احنا بنخرج عن الموضوع بس استجابة للناس يعني. أكيد طبعا أكيد. اتفضل. بس مجدي، هو أولا هجيب من الآخر، لم يرد أنه الميت يأتي أو روحه تأتي إلى المنزل. يعني هو ورد في بعض الكتب أن روح الميت تظل في المنزل حتى بعد خروج الروح إلى أن يغسل فتتبعه ثم تدخل معه القبر، وبعد ذلك إلى مكان يعلم الله جل وعلا حسب عمله، ونسأل الله جل وعلا أن يكون من الصالحين. أما أن الميت يفرح بأن يزور أحد من أهله، فهناك روايات أن الله جل وعلا عندما يذهب أحد أيا كان يزور الميت ويلقي عليه السلام، فإن الله جل وعلا يرد عليه روحه ويرد ويجعله يرد عليه السلام. الأولى من ذلك
والذي قرأته يعني بوضوح أكثر أن الميت إذا تصدق عنه أهله بشيء من أهله بشيء من الصدقات، أي صدقة كان، فإنها يأتي ملك بهذه الصدقة على طبق من فضة ويعطيها لصاحبها في القبر، فيفرح بها هذا الميت، روح هذا الميت، وتتباهى بها أمام أقرانه من الموتى الذين معه، يعني أن أهلي قد تصدقوا عنه. فالأولى أن يعني أولا نزور، ما فيش أي مشكلة في زيارة القبور بآداب الزيارة المعروفة، لا صراخ ولا عويل ولا كل هذا، بآداب الزيارة أن هي تذكرنا الآخرة وتذكرنا يعني من فقدناهم، ثم بعد ذلك الأولى الصدقات في مثل هذه. اسمح لنا طب قبل ما نكمل الشهداء الستة، يعني احنا فاضل لنا كده شهادة الجوارح. الجوارح أنا بس بهيب بالسادة المشاهدين، يعني يا ريت اللي عنده أي استفسار في إطار الموضوع علشان ما نخرجش ونلحق نكمل موضوعنا. احنا بنتلقى أي مداخلة تليفونية تخص موضوع مجاهدة النفس أو الجهاد الأكبر. اتفضل. هو بقي الأخير والخطير. يعني قد يستطيع الإنسان أنه يهرب من الخمسة الأولانيين، وأنه يعني جدلا يعني هو لا يستطيع. ده صعب جدا. يعني إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. طيب، لكن الأخير ده الملاصق له والملازم له، وهي الجوارح. جوارح الإنسان هي ملاصقة له ومعه في كل. لا، ده بالعكس بقى، ده في حاجة تانية، انه اصلا الانسان بيرتكب الفواحش ويرتكب المحرمات بهذه الجوارح امتاعا لها. يعني انا بمتع عيني وبمتع سمعي وبمتع ايدي وبمتع الحواس اللي عندي، يبقى انا بعمل كل المصايب عشان امتع كل هذه الاشياء، وهو ما لا يفهم ان هذه الجوارح انما هي يعني مسخرة له بامر الله جل وعلا، ولولا أن الله جل وعلا سخرها لانقلبت عليه، ما كانتش هتطيعه في معصية الله جل وعلا. فهذه الأخير بقى، أو الشاهد الأخير أو الشاهد السادس، هو أن الإنسان نفسه سيشهد على نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول أنه سيؤتى بعبد يوم القيامة فيقول: أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: يا عبدي أجرتك من الظلم. فيقول: أي ربي فأنا لا أجيز شاهدا علي من خارجي، مش عايز حد خالص يشهد علي، لا ملائكة ولا كتاب ولا رسول ولا أرض ولا حتى يعني الناس، ما فيش حد يشهد علي، أنا أشهد على نفسي. أنا راجل محامي كويس ولساني كويس وأقدر أتكلم. ربنا جل وعلا يقول: قد أجزنا شهادتك، بس مش هتشهد بقى أنت بمزاجك يعني. فيختم الله جل وعلا على فمه وينطق المولى جل وعلا جوارح، فتشهد اليد ويشهد اللسان وتشهد العين ويشهد كل الأعضاء، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فينظر إلى هذه الجوارح ويحدثها كده، يقول لها: ويلكن وسحقا لكن، إنما عنكن كنت أنافع، ده أنا خاف عليكم وأنتم اللي هتتعذبوا في جهنم. فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول الآية تقول: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أستاذ محمد من بني سويف قبل الفاصل. أستاذ محمد، السلام عليكم. أستاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ محمد، احنا بنتكلم في جهاد النفس، الجهاد الاكبر. اتفضل. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا ببلغ تحياتي لاسره البرنامج. اهلا وسهلا. الله يخليك يا فندم. اتفضل. اهلا وسهلا حضرتك، الله يبارك فيك. اتفضل يا فندم. اتكلم فضيله الشيخ بعد اذن حضرتك. معاك يا فندم، معاك. اتفضل. اهلا وسهلا. شيخ محمد. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذنك وطي التلفزيون يا استاذ محمد، استاذنك وطي التلفزيون. اتفضل لو سمحت يا شيخ. اتفضل يا فندم. حاضر. لو سمحت فيه سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل، احنا معاك يا فندم. والدتي شافت في المنام انها اتجوزت واحد مسيحي، فهي بتصلي كل وقت بوقت الحمد لله وكويسه وكده. طيب استاذنك الصوت بس توطي التلفزيون. لا دخلت عليه ولا هو دخل عليها. طيب شكرا. هي عايزه يعني تعرف ايه الحلم ده. طيب تمام، هنرد عليك. شكرا يا استاذ محمد. متشكرين. شكرا يا فندم.
طبعا موضوع الاحلام ده موضوع احنا يعني اسمح لنا احنا يعني هنستاذنك في حلقه كامله متخصص في لا وحلقه كامله للاحلام، لان انا يعني اصل الاحلام ده قصه كبيره، واذا كانت رؤيه صالحه او رؤيه صادقه او اذا كانت حلم. لا هناك طيب نخرج لفاصل ونرجع لحضرتك ان شاء الله. تحت لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. فضيلة الشيخ محمد فاروق إمام وخطيب مسجد بدر بالإسماعيلية، برحب بفضيلتك مرة أخرى. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. عايز أسأل حضرتك عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل. يعني احنا مش عايزين نطلع عن موضوع لا في اطار الموضوع مجاهدة النفس والتقرب بالاعمال الطيبه لرضا الله. يعني هو من احب الاعمال الى الله جل وعلا ان الانسان فينا يعني يميت هوى نفسه ويكون هواه تبعا لما جاء من عند الله جل وعلا. خلاص هذا الانسان يعني وصل الى انه هواه اصبح كيف هواه لما جاء من عند الله. يعني لما يجي من عند الله سبحانه وتعالى ان الخمر حرام، لو هو بيعشق الخمر يبقى انتهى الامر، اصبح هواه، لو هو هواه اصلا مع الخمر اصبح هواه في طاعة الله، اصبحت لذة طاعة الله جل وعلا احب اليه من معصيته، فاصبح يعني يستعذب العذاب في طاعة الله جل وعلا. لذلك يعني دايما نقول ايه من علامات التوبة النصوح. يعني ازاي اعرف ان التوبه بتاعتي اصبحت نصوح؟ ان تتحول حلاوه الطاعه حلاوه المعصيه الى مرار. اي واحد فينا بيعمل ذنب بيعمله لشهوه، اكيد لشهوه، ما بيعملش كده بيتمتع بشيء معين. فان تتحول حلاوه اللي هو كان بيحس بيها اثناء الذنب واثناء المعصيه ده تتحول الى مرار، وان تتحول صعوبه ومراره الطاعه الى حلاوه. لذلك كان الصحابه قالوا نحن في متعه لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لو عرفوا احنا قد ايه بنتمتع متعة الإيمان والطاعة واحنا في طاعة الله جل وعلا لجالدونا عليها بالسيوف. بس احنا نرجع بقى، احنا انا عايز اقول لك حاجة في النقطة دي. فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله الله عليه كان يجاهد نفسه حتى بعد ان وصل الى هذه المنزلة من العلم. يعني كان يقول: اذا اخذتك نفسك الى فعل معين فافعل ضده فإنك بذلك تجاهدها. ده قول العلماء في موضوع مجاهدة النفس وتأديب النفس. لذلك أنا كنا اتكلمنا عن إيه في البداية، أنا اللي فاكر، اللي هو المشارطة والمرابطة والمراقبة، وبعد كده بقى في إيه المعاتبة والمحاسبة والمعاتبة. هحاسب النفس تبقى لوامة. أنا هرجع بقى أحاسب نفسي. طب قبل دي يا شيخ محمد إنها في الإطار برضو يعني زي ما قلنا كده إن في سبل بتعين الإنسان على مجاهدة النفس. أكيد. في شيطان أكيد. وفي هوى وفي نفس وفي أصدقاء سوء طبعا، وفي صحبة غير صالحة في الدنيا تجر الإنسان إلى المعصية. هل كل ما يقع فيه الإنسان من معصية سواء كان ذنب كبيرة صغيرة لمم خطيئة ومسميات أخرى كثيرة جدا تطلق على المعصية، هل كلها من هوى الإنسان ونفسه ولا من وسوسة الشيطان ولا منهما معا؟ طيب هو العلماء حتى فضيلة الشيخ الشعراوي بمناسبة ذكره عليه رحمه الله كان بيقول إذا حبيت تفرق بين داعي الشيطان وداعي النفس،
تعرف ازاي؟ الشيطان اللي هو اللي بدعوك عايز تعرف المصيبه دي، الشيطان هو اللي عايزني اعملها والله هي جايه من جوايا من نفسي. ايوه. هتعرفها ازاي؟ قال الشيطان لما يجي يدعوك هياخدك اولا بالتدرج. ثانيا هو عايز يوقعك في اي مصيبه. واخد بال حضرتك؟ تعالى بقى نشرب خمر، طب انا مش هشرب، طب نزني، طب مش طب نسرق، فيجيب لك ايه؟ المداخل. انما النفس بتلح على الانسان في شهوه معينه. يعني اذا كانت متكرره وهي بتلح عليك في حاجه واحده، الحاح شديد على حاجه واحده، دي من النفس. ده حسب كلام فضيله الشيخ الشعراوي. لكن اضعف مدخل عند الانسان يبقى من الشيطان. الشيطان بقى يقول لك ايه؟ طب تعالى دي ما عملتهاش، طب تعالى لدي، طب ما عملتهاش، طب ياخدك واحده كمان، فيديك خيارات في الايه؟ في الذنوب والمعاصي. اما نفس هي بتلح لان هو ده هوى نفس، هي عايز تعشق هذا الامر، بتحب كده، عايزه كده، فما تديكش خيارات تانية النفس. فتلاقي حاجه انت مركز فيها وبتعملها، فدي بتبقى من داخل النفس، فدي بتحتاج الى مجاهده النفس. نروح طب في تليفون برضه يا امام، في مداخله من البحر الاحمر. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. الاسم ايه؟ الاسم مجدي. استاذ مجدي؟ يا ريت بس يكون هيسال عن مجاهده النفس. اتفضل حضرتك. على مجاهده النفس. اتفضل. سمعني. طب كويس، اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. والله عايز اسال الشيخ بس على مجاهده النفس. اتفضل يا فندم. الشيخ مع حضرتك. احنا سامعينك يا فندم، اتفضل. ايوه، يعني عايزين نعرف يا مولانا الشيخ كده ازاي نجاهد، يعني نبقى ايه ضد الشهوات اللي هي اللي بتجيب الناس. حاضر، هو ده موضوع الحلقه ان شاء الله. طيب شكرا يا فندم. شكرا. اتفضل يا فضيله الشيخ، نكمل الاطار اللي كنا فيه. الاطار اللي كنا فيه ان احنا خلاص وصلنا بنراقب النفس، لان علينا اصلا مراقبين بنراقب، فاصبح انت لازم تراقب نفسك. وسيدنا عمر بن الخطاب كان يقول ايه؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. طيب اذا لقيتها غلطت، اذا لقيت انا غلطت، فقال لك في بابين بقى، في حاجه المعاتبه والمعاقبه. في واحد يجي بتوبيخ نفسه ويقعد مع نفسه، وليه عملنا كده ونتوب ونرجع. وفي ناس لا يستطيع الا ولا بد معه من الايه؟ من الشده مع نفسه. يعني هو انا مش بقول احنا هنعامله بشده، ده هو اللي هيعامل نفسه وهياخذ نفسه بشده. سيدنا ابو ذر لما قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، علم ان الرسول غضب، وقال له لا فضل لابن السوداء، لابن البيضاء على ابن السوداء. فسيدنا ابو ذر على طول عاقب نفسه مباشره ووضع خده على الارض وقال ضع قدمك على ايه؟ على خد ابن البيضاء. فدي معاقبه، بيعاقب نفسه. في واحد من الصالحين كان بايد شمعه طول الليل كده وقرب ايده منها، ليه عملت كده النهارده؟ يقرب صباعه كده، لما يلاقيها وهج الشمعة بسرعة. وده نار الدنيا مش نار الآخرة. واحد من الصالحين كان عامل لنفسه لحد في البيت ينام فيه، ويقعد يحاسب نفسه على العمل طول النهار، ولما يلاقي نفسه يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقول لنفسه يا بعد المراقبة ايه؟ عشان انت تقريبا خلصنا. ما هي المحاسبة بقى. بعد المراقبة المحاسبة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فواقف يحاسب نفسه. كل المشكلة ان احنا دلوقتي بنروح ننام وضميرنا مرتاح وما نحاسبش انفسنا. لا ظلمنا فلان ولا اكلنا مال فلان ولا اتكلمت على فلان، بانسى اللي انا عملته طول النهار. المفروض يكون في ساعة للمحاسبة، ويبدأ بعد المحاسبة مباشرة، ومحاسبة صادقة، لانك هتخدع نفسك لو ما حسبتش نفسك بصدق. يعني لو ما حسبتش نفسي بصدق انا بخدع مين؟ انا بخدع نفسي، وانا بأورد نفسي موارد الهلكة. فتبدأ بعد المحاسبة، يعني إما بقى أنا على خير فأقول لنفسي أنا أداوم على هذا الخير بمشيئة الله تعالى وأستمر على هذا الخير، وإما على غير ذلك فأبدأ أعاقب نفسي. يقول لك كان واحد يعمل نفسه لحد وينام فيه، لما يلاقي نفسه الدنيا بدأت تاخده كده فيبدأ ينام فيه، يقول يعني رب ارجعون، ويرجع يقول لنفسه طب أنت في الأمنية فعمال ده احنا لسه في الدنيا، فما بالك بقى لما يجي اليوم نقول رب ارجعون، مش هنلحق، ما فيش رجوع. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعافينا في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. أشكرك يا فندم على اللقاء، شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ محمد فاروق إمام وخطيب مسجد بدر بالإسماعيلية، شكرا جزيلا لفضلك. شكرا جزيلا خير. يعني في فاصل قبل الختام، يعني احنا ختمنا الحلقة عموما، ناخد الفاصل ونرجع للختام إن شاء الله. إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار قلبه جعل الله له من كل هم فرجا.
ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أستغفر الله أستغفر الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ محمد على هذا اللقاء، ونلتقي بإذن الله في حلقات قادمة لنكمل ما بدأناه من الحوار. ونختتم مشاهدينا الكرام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. آمين يا رب العالمين. شكرا لكم على حسن المتابعة. السلام عليكم.